السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. لسه الوضع زي ما هو، لسه شهدائنا بيسقطوا كل يوم، لسه قلة الإجرام والحرب الإجرامية والإبادة الجماعية على أهلنا في فلسطين، في غزة تحديدا، لسه مستمرة. لسه الكيان المجرم القاتل مستمر. ما عندناش غير الدعاء، ما عندناش غير ان احنا نسأل الله العلي القدير ان يحفظ فلسطين وينصر فلسطين ويحمي شعبنا في فلسطين ويحمي اهلنا، ابائنا وامهاتنا، بناتنا واولادنا، ستاتنا ورجالتنا في فلسطين. يا رب تنصرهم وتنصر المقاومة على هذا المحتل الغادر الغاشم القاتل المجرم، الكيان المجرم المغتصب. يا رب يا رب، قولوا معايا امين. الجرح كبير، الجرح كبير قوي قوي. وانا انا من اول الحرب انا بطلع اتكلم معاكم علشان احاول اتفك من خلال اي حاجه، ناخد وندي مع بعض، نتكلم مع بعض، نتبادل افكار. وانا زي ما اتكلمت في اكتر من حلقه خلال الحرب ان احنا بنحاول، وده انا ملاحظه حقيقه في الحلقات الاخيره او في معظم تعليقاتكم خلال الحلقات اللي اتعملت في الحرب، انه في كلكم بيتعاطى مع المواضيع اللي انا بقدمها على انها تحاول يطبقها على حياته، ودي حاجه كويسه جدا لانه ده من ضمن الاهداف بتاعتنا واحنا بنتكلم مع بعض. في اداره المشاريع والمديرين بالذات، تحديدا مدير المشروع بيبقى عليه دور مهم في انه وهو بيدير المشروع يعرف عناصر المشروع دول ايه الامكانيات اللي عندهم، يعرف درجة استيعاب عناصر المشروع. يعني ايه؟ انا لو حضرتك او حضرتك بتديري اداره او بتديري مشروع، او حضرتك بتدير مشروع، او بتدير اولادك وحضرتك بتديري اولادك وحياه اولادك، لازم تبقي على وعي كبير جدا بدرجه استيعاب الناس اللي انت اللي حضرتك او حضرتك بتتكلم معاهم. لان ممكن تكون مدير مشروع هايل جدا، مدير رائع، لكن عندك مشكله في الناس اللي عندك ما عندهاش درجه استيعاب، غير قادره على انها تستوعب الكلام اللي بتقوله، بالتالي هيبقى عندها مشكله في انها تنفذ الكلام اللي بتقوله، التعليمات بتاعتك. فهنا احنا لازم نقف قدام حاجات محدده. يمكن انا بشوف مشكله كبيره عند المديرين الفنيين الاجانب تحديدا في الكره العربيه مع اللعيبه. يقول لك انا لقيت اللعيب الفلاني ما بيستوعبش اللي انا بقوله. طبعا ده هو بياخد باله منه خلال الماتشات، ان هو بيبقى قايل تعليمات محدده، مدي مهام محدده ووظائف محدده، واللعيب ده بينزل ما بينفذش التعليمات. طب هنا بتبقى المشكله ايه؟ المشكله مش المدير الفني، بتكون المشكله في انه اللعيب مش ما بيستوعبش. وما بيستوعبش هنا ليها اكتر من سبب. في سبب انه عنده شايف ان هو صح ومش محتاج توجيه من المدير الفني، طبعا هنا اللعيب بيبقى عنده مشكله كبيره. وفي اللي ما بيستوعبش لانه عنده مشكله في الاستيعاب، الكلام كبير عليه. سيبنا بقى من الانديه العربيه، سيبنا من المنتخبات العربيه، خلينا نشوف اللعيبه العرب في خلينا نشوف درجه الاستيعاب دي بتفرق قد ايه. وبالمناسبه دي ما بتبقاش بس في الانديه العربيه، عشان بس الواحد ما يكونش
جلاد للذات انه بيتكلم عن الكره العربيه واللعيبه العرب، حتى بره، حتى في الانديه الاوروبيه الكبيره بتلاقي المشكله دي موجوده. بتلاقي لعيب بيعمل حاجات في الملعب غصب عننا واحنا بنتابع رياضه، واحنا كره القدم تحديدا بنبقى متاكدين واحنا بنتفرج على الماتش بنقول اكيد المدرب ما قالوش يعمل كده. اكيد المدير الفني ما قالوش يعمل ده. مش ممكن يكون مدير فني طالب منه كده. كويس. درجه الاستيعاب دي مش جوه الملعب بس، كمان بره الملعب كده. ليه؟ لان انا لما ابص الاقي مثلا واحد زي محمد النني، كل الناس في مصر بتتساءل ازاي هو مكمل في ارسنال رغم ان هو ما بيلعبش، رغم ان هو ما بيتواجدش بصفه اساسيه. ده ليه؟ لان هو وصل لدرجه من الوعي. طبعا الرد التقليدي في موضوع محمد النني يقول لك ايه؟ اصل هو محترف وعقليه احترافيه، لا هو اتوصل لدرجه من الوعي والعلم اللي بتخليه هو مستوعب دوره كويس قوي، هو فاهم كويس جدا من ارتيتا هو مطلوب منه ايه. النهارده محمد النني في ماتشات كتير بيبقى قاعد على دكه البدلاء، وقاعد البدلاء يعني في ارسنال، بيبقى قاعد احتياطي وبيساعد ارتيتا في حاجات، يعني ارتيتا بياخد ويدي معاه. كويس؟ ليه؟ لان النني مستوعب دوره كويس. اللي يساعد كل لعيبه الهاندبول المصريين انهم يكملوا في اوروبا ويحققوا النجاحات دي. انا بتكلم على واحد زي محمد سند بقاله 10 سنين في اوروبا، ممدوح هاشم بقاله 7 8 سنين، غيره وغيره. ليه؟ لان هم وصلوا لدرجه من الاستيعاب مخليهم عارفين ادوارهم كويس. عارفين وعارفين ان هم مهمين جدا في فرقهم. فده اللي بيخليهم يكملوا، وده اللي بيخلي لعيبه تانيه كتير ما بتعرفش تكمل. عشان كده انا بقول القصه دي مهمه جدا. طيب القصه دي مهمه للعيبه بس؟ لا، مهمه للمدير الفني كمان. مش يعني مهمه ليك كمدير، لان انت كمان لما بتلاقي اللعيب بتاعك او مرؤوسك في الشغل او مرؤوس حضرتك في الشغل مش عارف يستوعب اللي بتقوله، انت كمان محتاج كمدير تراجع نفسك، تراجع حساباتك. هل انت مش عارف توصل؟ هل انت المشكله عندك انت ولا المشكله عند اللعيبه بتوعك؟ كويس؟ او عند مرؤوسيك. كويس؟ بس تقعد تهدى كده وتفهم. فهنا الموضوع معقد شويه، لكن في الاخر المسؤوليه عليك انت كمدير، انت المسؤول كمدير ان انت تحدد هل انت صح، ان انت تحدد هل المشكله عندك ولا المشكله عند مرؤوسك مثلا في شغلك او في الكوره وفي الرياضه. اللعيب، هل اللعيب هو اللي غلطان ولا انت المشكله عندك؟ بس تفهم عشان تعرف تقدر تحل المشكله دي. فدي حاجه مهمه جدا، وحاجه بيترتب عليها ان الناس تكمل وناس تريح حاجات كده. النقطه دي يمكن محتاج اتكلم معاكم فيها اكتر في الحلقات الجايه، ولو عايزين نتكلم فيها اتكلم معاكم فيها فيما هو قادم ان شاء الله من حلقات. مره ثانيه بدعي بكرم دعائي لفلسطين واهلنا في فلسطين. ربنا يا رب يحفظ فلسطين وينصر فلسطين على الكيان القاتل المحتل المجرم. وكده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واتمنى يكون موضوعنا الاعجاب واشوفكم في رعايه الله وامنه وسلامته على الخط في حلقه جديده من والملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين عربيه، كل العرب وبكل العرب.